ناس كتير قالت لي كريم يا ريت تتكلم عن موضوع تشارلي كيرك واغتيال تشارلي كيرك في أحد الجامعات في الولايات المتحدة الأمريكية. أنا هلخص لك الموضوع بسيط جدا. أول حاجة، من هو تشارلي كيرك؟ تشارلي كيرك هو صانع محتوى في الأساس، ثم بعد كده بقى ناشط وبقى ليه شو اسمه ذا تشارلي كيرك شو، وهو شخص يميني بيميل إلى التطرف المتزوق شوية. طيب، ما سر شهرة تشارلي كيرك؟ اول حاجه ان هو كان من الناس اللي بيحاربوا موضوع الملونين، مش عايزين نقول الاسم يعني في الفيديو عشان الفيديوهات هنا بتتقص. I believe marriage is between one man and one woman. والحاجة التانية، هو كان ضد النسوية، وكان راجل بيدعو إلى المسيحية المتطرفة، وكان ليه آراء سياسية كتير في إن هو مش قابل نظام التعليم في الولايات المتحدة الأمريكية، وبيقول إن التعليم الجامعي ملوش لازمة، وكون أعداء كتير من الليبراليين اللي كانوا ضد هذا النوع من الاتجاهات السياسية واتجاه اليمين. لكن ده نفس الأفكار ونفس الأجندات اللي بتدعم دونالد ترامب، وكان من أكثر الداعمين لدونالد ترامب، اللي أنا شايف إن دونالد ترامب دلوقتي هو من أحد أعمدة الشر في العالم، وهو بينفذ نهج الولايات المتحدة الأمريكية. طيب، هل الراجل ده ليه أعداء كتير؟ ليه أعداء كتير طبيعي. عملية الاغتيال تمت وقعت في المنصة، في شخص ضرب عليه نار من مسافة أكتر من 200 ياردة، والناس العسكريين اللي بيفهموا أو مسك بندقية قناصة قبل كده، أحب أقول لك إن صعب جدا إن أنت تنفذ ضربة أو رصاصة بالشكل ده من المسافة دي. الشخص ده ركب مبنى عالي بعيد عن مكان المؤتمر اللي هو كان عامله، وضرب الطلقة بتاعته باحترافية عالية، ودي محتاجة قناص متدرب أو حتى يكون خريج مدرسة القناصين. مش هنقول إن واحد شخص عادي كده اتعلم على بندقية قناصة، يعني ده مش شغل هواة، ده شغل محترفين ببندقية بولت اكشن رايفل. يعني ايه بولت اكشن؟ يعني بتتعمر برصاصة واحدة بتتحط وبعد كده بتتقفل بسكوب برضو بعيد المدى. دخلت الطلقة من رقبته، خبطت الشريان الرئيسي، مات تشارلي كيرك. ثم ناحت وماحت الولايات المتحدة الأمريكية. دونالد ترامب نفسه قعد يصوصو عليه، الميديا كلها عمالة تصوصو عليه. ولكن هنا لازم نتكلم بقى في النقطة المهمة، ماذا بعد اغتيال تشارلي كيرك؟ انت كريم ايه رايك في الموضوع؟ تشارلي كيرك كان ليه مقوله شهيره جدا: I have no empathy، يعني انا ما عنديش اي تعاطف. تشارلي كيرك شخص لا يشعر بالتعاطف تجاه اي شخص. الميديا دلوقتي بتقول لك والله ده اب وعنده اطفال وعنده زوجه، وازاي يحصل حاجه زي كده، لكن هذا الشخص لم يتعاطف مع اطفال فلسطين، ونعت اطفال فلسطين من هم عادي خساير ما لهمش قيمه، وكان بيؤيد دولة الكيان والحرب على غزة وقتل المدنيين عادي جدا. The place exists. What? Because it doesn't. It's called Judea and Samaria. بالنسبة له ده شيء رسالة سماوية، لأن هو كان مسيحي متطرف. وإحنا عايزين نتكلم على الفرق يا جماعة بين المسيحيين ونتكلم عن المسيحي الصهيوني. الناس مش قادرة تستوعب إن الصهيونية المسيحية هي من تحكم العالم، ليست الصهيونية اليهودية، بل بالعكس. الصهيونية المسيحية واللي منتشرة في الولايات المتحدة الأمريكية واللي تملك أغلب الأصوات واللي بتتم دعمها من الإيباك، ويتم دعم تشارلي كيرك من الإيباك، وكل السيناتور في الولايات المتحدة الأمريكية بيتم دعمهم منهم، كل دول لا يؤمنوا بالدم العربي او الدم الفلسطيني. هنا نتكلم عن فكرة التعاطف. هل نتعاطف بقى مع شارلي كيرك؟ لا نتعاطف مع شارلي كيرك. وللأسف ظهر بعض الناس اللي كانوا بيهاجموا دولة الكيان ويهاجموا المذابح اللي بتقوم بيها دولة الكيان ضد الشعب الفلسطيني، وبيطلعوا على الميديا وعلى البرامج ويقعدوا يقولوا الكيان المجرم، الكيان المش عارفة ايه. دلوقتي كلهم بيقولوا كلمة خبيثة جدا، وهي الراجل ده تشارلي كيرك مع ان كنا مختلفين معاه، لكن ما ينفعش نحارب الافكار بالرصاص. وهنا بقى، هل فكرة التحرير وفكرة العيش بكرامة وفكرة دحر الظلم يمكن مقابلته بالرصاص والطيارات الاف 15 والاف 35 والدبابات المركبة عادي جدا؟ هل الراجل ده شارلي ده اللي عنده أسرة وأولاد وأطفال وعنده كل التعاطف اللي أخده من العالم، هل مفيش أسر ماتت كلها في غزة؟ هل مفيش أطفال اتيتموا في غزة؟ عشرات الآلاف من الأطفال اللي بيموتوا في غزة واللي ماتوا في غزة منذ بداية 7 أكتوبر، هل دول دمهم عادي ودم شارلي كيرك هو الدم الطاهر النقي النظيف؟ فكل المطبلاتية اللي كانوا طالعين بيتكلموا عن غزة، بيتكلموا على الفلسطينيين والدم الفلسطيني، بيتكلموا على الأفكار الصهيونية والأفكار المتطرفة لتشارلي كيرك وأمثاله، هي اللي وصلتنا للحالة اللي احنا فيها. فزي ما تشارلي كيرك بيقول لك I have no empathy، ما عنديش أي تعاطف، أنا برضو واحد من الناس
الناس ما عنديش اي تعاطف مع امثال تشارلي كيرك، ولا يمكن ولا يجب ولا يجوز لاي حد ان يكون عنده تعاطف لهذا الشخص. تقول لي يا كريم بس برضه اصل ما ينفعش احنا برضه نبقى كويسين. حبيبي، فكره ان انت كويس لكن افكارك متطرفه مش شرط ان انت تكون اللي بتحمل السلاح وبتقوم بالعنف بنفسك. التحريض على العنف ذات نفسه يساوي العنف. العنف نتيجة فكرة بعض الناس بترسم وتخطط الأفكار وتزرعها في عقول الجهلاء، والجهلاء بيقوموا بالنيابة عنهم. الأفكار اللي بتدافع عن القتل والذبح واستباحة الآخرين هي نفس الأفكار اللي بتوصل للأعمال الإرهابية والإجرامية. فالفكرة أقوى من السلاح، لأن الفكرة هي اللي بتولد حمل السلاح. ولو احنا حبينا نحط تشارلي كيرك في مقارنة، انا مش هحطه في مقارنة مع الاف وعشرات الالاف من الفلسطينيين اللي ماتوا. انا هحط تشارلي كيرك في مقارنة واحدة بس، هحط تشارلي كيرك في مقارنة مع هند اللي كانت قاعدة بتستغيث طفلة ملهاش ذنب في الدنيا غير ان هي اتولدت في المكان والزمان الغير مناسبين لقتل طفولتها. هل تشارلي كيرك اهم من هند؟ بالنسبة للعالم كله تشارلي كيرك اهم من هند. بالنسبة للمطبلاتية الاجانب اللي بيطلعوا كل واحد مربي لي دقنه، وشفتهم كتير اللي بيدعوا الاسلام وبيدعوا الصلاح وبيدعوا السلام، واللي كانوا المفروض ان هم بيدافعوا عن القضيه، طلعوا ينتقدوا الناس اللي لم تتعاطف مع تشارلي كيرك. الفيديو ده ممكن يكون، مع ان اتكلمنا في القضيه كتير، اتكلمنا في حاجات كتير، لكن هو من اخطر الفيديوهات اللي انا عملتها على نفسي وعلى القناه، لان ده ممكن يحدنا بشكل كبير. لكن انا كان لازم اقول الكلام ده. انا لا اتعاطف مع اي شخص لا يتعاطف مع الدم الفلسطيني او الدم العربي. قيمه المواطن الأجنبي أو قيمة اليوتيوبر أو صاحب المحتوى الأمريكي اللي بيدعم نظام بعينه في هذا الوقت في هذا العالم القبيح أكبر بكتير جدا من دم طفلة ملهاش اي ذنب في الحياه غير ان هي طفله. فاتمنى منكم ان انتوا كل من هو كان شايف نفسه ان هو بيدافع عن القضيه او بيدافع عن الفلسطينيين، كل الناس اللي طالعين بيتكلموا دول ودلوقتي بيتعاطفوا مع تشارلي كيرك، اتمنى ان انتوا تلغوا متابعتكم للناس دي تماما وتحطوهم وتكشفوهم قدام الناس وتكشفوا حقيقتهم. لان بعيدا عن المهاترات السياسيه وبعيدا عن انتمائك السياسي اصلا يمين شمال فوق تحت شقلباظ، انا لا اتعاطف مع اي شخص لا يتعاطف مع دم الأطفال اللي بتموت كل يوم. شكرا جزيلا، السلام عليكم.